السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أنا اسمي أسماء علي، لو بتشوفوني لأول مرة يشرفني جدا إنكم تتابعوني. النهاردة بإذن الله هنبدأ بقى نشجع بعض. ترتيبات بقى قبل رمضان. أنا هجيب بقى الشلت بتاعت الركنة بتاعتي بحيث إن أنا أغسلها. شايفين الشلتة اللي هي لونها بامبا اللي تحت دي، انا حطاها كده فرشاها تحت الولاد، لان هما بيقعدوا في المكان ده دايما يسمعوا كرتون او كده، فانا فرشاها عشانهم يعني. فانا هشيل بقى الكفرات بتاعه الركنه كده بحيث ان انا اغسلها، وكمان هشيل الستاير. عايزين نشجع بعض كده، رمضان داخل بقى وكتير علينا قوي عمال الاكل ووقفة المطبخ في رمضان. ابدا افكها بقى كلها كده. انا ان شاء الله ناويه ان انا اغير الكفرات دي كلها بتاعه الركنه، لان بصراحه هي قماشها مش عاجبني، بس ان شاء الله شويه كده مش دلوقتي يعني. يلا كده نتشجع. واللي عنده اي فكره او اي حاجه ممكن نعملها مع بعض ان شاء الله اكتبولي في الكومنتات، واحنا ان شاء الله مع بعض. دي بقى اللي بتعذبني قوي وانا بشيلها. انا طبعا بستغل الوقت اللي الولاد مشوا فيه، انا خلاص بقى الولاد مشوا راحوا الحضانه، فقلت بقى استغل الوقت على ما هم يجوا، لان طبعا هم لما بيرجعوا انا ما بعرفش اعمل اي حاجه، وطبعا كل اللي معاه اطفال فاهم وعارف كده كويس. اطفال صغيرين لسه يعني، شايلين جامده قوي، بس انا ايه نينجا يعني. عايزه اقول لكم ان الشقه يعني على قد ما بقدر بحاول تكون ايديا فيها، لان طبعا الاولاد بيبهدلوا الدنيا جدا. انا هنا بقى جبت الستاير بقى بعد ما شلتها برضو، عملت طبق كده كبير وحطيت فيه الكلوريكس الوان، بحيث ان الستاير ما تتبهدلش معايا يعني، او لونها يتبهدل او كده. عذبتني جدا على ما شلتها يا جماعه بجد يعني. الفيديو ده ما بيمثلش يعني 10% من المجهود اللي بيحصل. كده بقى عماله بجيب الستاير كلها، انا حاطه طبعا كلوريكس الوان في الطبق، وهبدا ايه انزل برجليا فيهم كده، وهسيبهم بقى يتنقعوا شويه وبعدين اصفيهم عشان اطلع انشرهم. فانا جبت هنا بقى البلتكانه بتاعه الستاير، طبعا هم كانوا 2 كبار، فانا جبت دي بقى وبدات اغسلها واحده بواحده يعني كده، وحطيت بقى نزلت بكلوريكس الالوان عليها كلها في قلب الحمام. طبعا في ناس كتير ما بتغسلش القطعه دي يعني، بتكتفي ان هي تمسحها وكده، بس انا بصراحه يعني كنت متشجعه، كانت الشمس النهارده فوق كانت حلوه على السطح يعني، فانا خدتهم بعد ما غسلتهم كويس جدا، خدتهم بقى وطلعتهم على السطح فوق. هم مش تقال على فكره. بعد ما اتصفوا كويس جدا خدتهم وطلعتهم. وهنا بقى كان عندي الحيطه بقى اللي هي فيها في الاوضه اللي هي فيها الركنه، الولاد مبهدلينها كده، لان احنا قعدتنا دايما في المنطقه دي، كانوا مبهدلينها كده بالقلم الرصاص بيكتبوا على الحيطه. فانا بقى ايه قلت انضفها معاكم، انا جبت وايبس بحيث ان انا ايه انضفها كويس جدا، بس بيني وبينكم ما شالتش كل حاجه يعني، فجبت بقى حبه كلور كده على حته قماشه صغيره، وبدات برضو ان انا اعمل بيها كده. ما شاء الله بدأ يروح معايا كتير عن الاول. كده ما شاء الله نطفت يعني، في حاجات بسيطه جدا يعني، بس الحمد لله احسن من الاول كتير يعني. دي المنطقه اللي كان فيها انا بدأت بقى ايه
اعمل الاكل عشان بقى قبل الولاد ما يجوا. هنا بدأت عملت بصلايه كده، دي اكله يا جماعه بحراويه، محدش يقول لي يعي ولا حد يقول لي حاجه. حمرت بصلايه كده يعني دبلتها بس كده، وهنزل عليها بنص شفشق من الطماطم. دي اكله بقى انا متربيه عليها من صغري وانا بحبها جدا يعني. دي اكله من الاكلات القديمه قوي في بلدنا يعني. هبدأ بقى ان انا اصفي الطماطم كويس جدا، وفي الوقت بعد ما صفيت الطماطم بقى وسبتها تتسبك كويس جدا، كنت انا بقى قطعت بطاطستين كده وسبتهم على جنب. طماطم هنا حطيت انا على الطماطم معلقة من الملح، وحطيت حوالي نص معلقة من الفلفل كده. انا مش هحط يعني توابل تانية، حابة تحطي توابل تانية مفيش مشكلة، عندك 7 بهارات، حابة تحطي اي توابل تانية براحتك طبعا. انا حطيت هنا ورقة من ورق اللورة، انا اسفة. ونزلت بقى ببطاطستين كده انا مقطعاهم، وهسيبهم مع بعض كده شوية بس البطاطس تاخد من طعم التقلية شوية. في الوقت ده رحت بقى لقيت الولاد مبهدلين الدنيا. انا كنت فرشت طبعا الحافظة عشان البرد والولاد وكده، بس شفتوا انا لقيت الولاد عاملين ايه يعني، وعمالين يتنططوا كوارث يعني بمجرد ما جم بس من الحضانة. ربنا يخليهم يا رب. رحت بقى اشوف الاكل معاكم. البطاطس بقى كانت بدأت ان هي تشرب كده من الصلصة، بدأت انزل بقى بالمية بتاعتي او الشوربة الموجودة عندك يعني. ما عندكيش شوربة زي حالاتي كده، حطي مكعب مرق الدجاج، او كده كده الصلصة اصلا يعني طعمها حلو بجد يعني. انا زودت بقى كمية المية اللي انا عايزاها، دي بطاطس مطبوخة بقى اللي انا هحطه بقى. لحد هنا مفيش حاجة نختلف عليها، اللي جاي بقى في ناس كتير ممكن تختلف عليه، بس دي اكلة عندنا يا جماعة احنا متربين عليها، اكلة حلوة جدا انا بحبها. هتستغربوها شوية، والبحراويه اللي عارفين الاكله دي بقى يقولوا لي ان هما بيعملوا الاكله دي وبيحبوها او لا. ده بيض يا جماعه، انا بنزل بالبيض كده، وبعد الشوربه ما بدات تغلي معايا او الصلصه بتاعتي بدات تغلي معايا، بنزل بالبيض بتاعي على حسب بقى عدد الافراد بقى. وهسيبه كده وهو بيغلي جامد لحد ما يوصل معايا للمرحله دي كده، البيض كده استوى في قلب الطبيخ. بجد يا جماعه الاكله دي محدش يقول لي يع ولا حد يقول لي لا ده قرف، لا بجد الاكله دي حلوه جدا، وخصوصا في الشتاء. بعد ما خلصت بقى ولعت بقى إيه بخور كده. انا بحب البخور جدا، بحب ريحته وبحب الطاقه بتاعته والله العظيم، مش عشان حسد او حاجه ولا الكلام ده، انا بحب ريحته بحس ان هو بيديني طاقه ايجابيه وكده. بعد ما طبعا نضفته واتغدينا والحمد لله، ولعت بقى عود بخور، ولعت كده البخور ده بيعمل ريحه حلوه كده وبيدي طاقه ايجابيه كده. بس طبعا انا يعني طفيته بدري برضو عشان خاطر الولاد وصدرهم وكده. لفيته كده لفة خفيفة كده في الشقة يعني، وبعدين ما كملتش يعني، حطيته قدام باب الشقة بقى عشان الشقة ما تبقاش كلها دخان وكده. بس بجد ريحته حلوة قوي، وفي نفس الوقت بيدي طاقة ايجابية كده، انا بحبه وبحب ريحته. لفينا بقى الشقة كده. حطيته برضو في البلكونة شوية. هتوحشوني جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.